فعلا بجد ما كنتش أتخيل إنه لما يشوفه يعمل كده خالص. وعلى فكرة، كل حاجة حصلت على غفلة، مفيش حاجة كانت مترتبة. في تفاصيل كتير بيني وبين ابني ميدو حصلت، هتلاقوها في الحلقتين اللي قبل دي، وهتلاقوا الحلقتين في الوصف. ما تنسوش تسمعوهم علشان تعرفوا التفاصيل كاملة. ودلوقتي أحكي لكم اللي حصل بعد ما ميدو تمم 16 سنة. طبعا كنت أنا وهو زي ما قلتلكم عايشين وحدينا، وبصراحة ميدو كان قادر يحسسني إني عندي راجل في البيت. بس برضه ما اكدبش عليكم، ده برضه أثر عليا سلبي، لأني زي ما قلتلكم في الأول الشغل اللي جبته للمصنع كان عن طريق تعاملي مع تجار الجملة وأصحاب المحلات بدلع بشوية أنوثة. بس برضه ما كنتش بخلي حد يقرب لي أبدا، بس كنت عارفة كويس إزاي أخلي الرجالة تجري ورايا. الله يبارك له أشرف طليقي، ما هو عايشني 10 سنين مش بعمل فيهم حاجة غير إني بجهز نفسي علشانه طول الوقت. لو ما تعرفوش الحكاية دي اطلعوا اسمعوها في الحلقة الأولى. وعلى فكرة، بعد اللي عمله ميدو مع البنت في المصنع وفي مكتبي واللي شخته منه قدام عينيا، نظرتي ليه بقت مختلفة خالص. لو ما تعرفوش الموضوع ده لازم تسمعوا الحلقة التانية قبل ما تكملوا. المهم إني لقيت ميدو بيحب البنت بطريقة أنا كان نفسي أتحب بيها. بجد نظراته، طريقته، أسلوبه، حتى خوفه عليها. أنا ما اكدبش عليكم إنه دخولها حياته خلاه يهدى عليا شوية، مع إني ما كنتش متضايقة من اللي بيعمله، بس الشغل كان بيحتاج شوية تظبيط، وطالما هو قاعد ما كنتش أقدر أعمل حاجة قدامه خالص. أنا أساساً كنت بترعب أكلم حد في التليفون حتى قدامه. نظراته كانت بتموتني، بس في نفس الوقت كنت حاسة إحساس ست راجلها بيغير عليها. إحساس غريب قوي، بس حلو قوي. وخاصة لما تحسي إن ابنك كبر وبقى راجل وبيعرف يغير وعايز يحميكي. إحساس مختلف بجد. يمكن ده اللي خلاني أسيب نفسي إني أكتشف الرجولة مع ولدي وحبيبي ميدو. مش عارفة، بس رجولة ابنك مختلفة تماماً عن رجولة جوزك، ده حاجة وده حاجة تاني خالص. يمكن أنا كنت بكتشف يومياً معاه مشاعر مختلفة، وبفهم تصرفات أكتر عن الرجالة. يمكن كلامي ده مش هتفهمه إلا واحدة بتربي ولد، هتحس قوي بكلامي. وعلشان ما طولش عليكم، كان في تاجر مهم وكبير في السوق. الراجل ده أنا شغلت وقت وحسيت إنه بيتمادى وعايز أكتر، وده خلاني أقلل مقابلات وأكلمه تليفون بس. ولما كان يحدف 3 أو 4 ثواني أجري، وبعدين أتحجج إن ميدو دخل وأقفل السكة. وأحيانا ميدو بيبقى بره البيت أصلا، بس ده لازم أراضيه، لأنه بيسحب مني شغل بكميات، والسعر اللي بياخد بيه بصراحة محدش غيره هيرضى بيه، وهو له سوقه، وبيحرك البضاعة بسرعة وبيطلب كتير، فإني أزعله هخسر كتير ومش هقدر أراضيه. بصراحة لا شكله ولا شخصيته ولا هو أساساً عايز حلال، وأنا ست ماليش في الحرام. فعلشان كده الراجل ده كان محير جداً بالنسبة لي، وما كنتش عارفة أتصرف معاه. المهم، في يوم قفل دماغه وقال لي إنه هيسحب كل الشغل من عندي لو ما رحتلوش المكتب. جهزت ولبست ورحت، وأنا متكدرة، بس مش كل مرة بتسلم الجرة، واللي فاكر نفسه أشطر الكل مش دايماً بيكون فعلاً شاطر. ووقعت الشاطر ب1000. هو ما حصلش حاجة غير لمسات بس كانت تقيلة قوي عليا ومهينة جداً. بس المكتب ده في وكالة مفتوحة على الشارع، فما كانش يقدر يعمل أكتر من كده، وما أعتقدش إنه كان عايز يعمل أكتر من كده، بس تعبيراته كانت واضحة قوي. قال لي إيه يا بنت مالك، هو مش فلوسي اللي خلت اللحم الطري ده يبقى ملفوف كده ولا إيه؟ طبعا فهمت رسالته ومشيت من عنده، وما كنتش طايقة نفسي. رجعت البيت واتصلت بميدو، قلت له مش راجع الشغل، خلص انت وتعالى براحتك. وقعدت أسمع فيلم في البيت، ومعرفش إيه اللي خلاني أقول إني عايزة أفتح كاميرات المصنع. لقيت منظر قديم قوي كنت عارفاه من زمان، صنايعي قديم وبنت جديدة في المكان اللي بنخزن فيه القماش. المنظر ده رجعني سنين، افتكرت بدايتي قبل كل الهيلمان ده، افتكرت كنت ايه بالظبط. معرفش ليه مرضتش أبلغ ابني، وقفلت الكاميرا ونمت. وعدى كام يوم ما كنتش فيهم طبيعية، ورجع عادل عباس التاجر الكبير، لكن المرة دي بطلبية مكسبها يعدي مكسب المصنع لو فضل شغال 10 سنين. بس قالها مباشر، كل حاجة وليها مقابل، صفقة زي اللي عملتها قبل كده. الغريب إن في نفس الوقت ده ابني ميدو كان هو كمان قدامه صفقة، بس صفقته مختلفة. البنت اللي كان بيحبها قالت له نكتب ورقتين عرفي،
لأني عايزة أبقى مراتك وأبقى مطمنة إننا هنكون لبعض، وبعد الكلية نكتب رسمي. ولما ابني قال لها اديني مهلة أفكر، هي بعدت كام يوم. ميدو كان متغير، مش عايز يقول ماله، وهو يدوبك 16 سنة وبس، لكن كان جدع. المهم، أكمل لكم اللي حصل مع عادل عباس. أنا وافقت وقلت له بس بشرط، هي ليلة واحدة بس مش حابة تكون في الحرام. أنا عندي ولد وما ينفعش ده يحصل في الحرام. أتجوزك إن شاء الله عرفي، تنجز اللي عايزه ونتطلق، يا كده يا بلاش. قال لي أنا دي أول مرة هعملها شرعي، بس ماشي موافق. قلت له تمام، وحددنا المكان، وقال لي إنه هيسيب لي المفتاح تحت الدواسة. رحت قبله بشوية علشان أجهز كام حاجة وأظبط نفسي، وفضلت مستنياه ساعة 2. الراجل مجاش. حسيت إن في حاجة غلط، وخاصة لما رنيت عليه وهو مش بيرد. وبعد شوية لقيت الباب بيرن. كنت لابسة قميص وفوق روب، بس متوقعة إنه هو اللي بيرن يعني. ففتحت، وقال 2 ستات قالوا لي هو ودخلوني جوه وفضلوا يضربوا فيا وفي كل حتة في جسمي بانتقام شديد جدا، وتعذبت بطريقة بشعة، وأنا معرفش مين دول ولا بيضربوني ليه، وصوروني في حالة مش كويسة. وبعدين وهم ماشيين قالوا لي إنهم مراتات عادل عباس، وإنهم عارفوا إني بحاول معاه، فقرروا يربوني، ولو قربت منه تاني هيكون جزائي إن اللي صوروه هينزل عليا النت. أنا لملمت هدومي ولملمت نفسي وكرامتي اللي اتبعترت، ورجعت البيت وأنا بحاول أداري إني ضربت بكل الطرق علشان ما يحسش ويسأل هو فيه إيه وحصل إيه. دخلت، كان هو قبلها رفض عرض البنت حبيبته، وقال لها إنه يحب كده من غير حاجة يا لأ، مش هيتجوزها غير لما يكبر، وكان متضايق قوي يا عين أمه، وبيبكي في أوضته. بس علشان ما يضايقنيش لما دخلت، عمل نفسه نايم، وأنا اتسحبت عليه أوضتي. قلعت ولقيت إني واخدة مطوة في جنب اليمين عاملة جرح أحمر دم غزاله منفوخ. فضلت أحاول إسعافات أولية لنفسي. هو الدم كان واقف، بس الجرح مش طبيعي أبدا، واضح إنه اتلوث، كان منفوخ قوي. ميدو معرفش إيه اللي قومه، ومن غير منطق فجأة لقيته قدامي وشايفه منفوخ وأحمر كده. أنا كنت بحاول أهديه، لكن شفت راجل بجد قدامي. الواد بكل هدوء اتصل لي بدكتور، وفضل جنبي يمسح لي الجرح ويحاول ينظفه، وفضل حاضني. ولما جيت الدكتور قال إني لازم أروح مستشفى. الولد ما تهزش لثواني، بالعكس كان واقف زي الأسد، ووداني المستشفى، وهناك عملت غرز وخيطت الجرح وكشفت على باقي الإصابات، وكل ده وابني ما بيتكلمش أساساً في موضوع إيه اللي حصل أو مين عمل كده. وبعد ما طلعت من المستشفى بفترة، طبعاً أنا كنت راقدة في البيت وما كنتش قادرة أتحرك تقريباً 3 شهور، ولقيت عادل عباس بيتصل بيا بعدها بيقول لي أنا مش هسيبك أنتي وابنك، أنتوا خربتوا بيتي. يخرب بيتك، أنا كنت هتجنن. لما ميدو رجع سألته إيه اللي عمله، قال لي بهدوء إنه عرف اللي حصل، وإن مراتات الباشا هم اللي عملوا كده فيكي، وما كانش فيه حل قدامي غير إني أثبتلك إني راجل بجد تعتمدي عليه، علشان ما تفكريش تتصرفي تصرف زي ده تاني وإنتي معايا وفي حمايتي. أنا عرفت عادل عباس عايز الشغل لمين، وطلعوا مجموعة مدارس انترناشنال وده الزي بتاعهم. طبعا رحت للمدارس دي وعرضت عليهم أرخص من اللي ممكن يوفروا عادل عباس، وغير طبعا إحنا المصنع، فأنا مش هلزمهم بكميات معينة ولا تصاميم معينة، اللي يحبوه هيتنفذ وبأي خامة وبأي جودة. وطبعا مضوا معايا، وعادل اشترى القماش، وكان فاكر إنه ناصح لما يشتري قماش الصفقة كلها بكده هيقع عليه أرخص، بس شرب القماش اللي اشتراه، لأنه كان حرامي عايز يشتري قماش أي كلام وينفذ بيه الشغل وكده يكسب أكتر. بس القماش هيفضل عنده وملوش أي لازمة، والأهم إن محلاته قربت تفضي، وهيحتاج ينزل بضاعة علشان الزباين ما تمشيش، وهو محتاج سيولة ومفيش في إيده سيولة. وبكده هبقى أخدتلك حقك منه وشلته من طريقك خالص. وخدني في حضنه اليوم ده، وكل حاجة بينا اتغيرت، لأني بقيت واثقة فيه ومدياله مساحة، ومش بتصرف زي الأمهات العادية، لكن أنا واثقة في الراجل اللي معايا. وبقيت كمان ممسكاه مصروف البيت وحاجات كتير خليته هو اللي يتصرف فيها، وأنا بقيت بستمتع بس بإني بتفرج على راجلي وهو بيختبر ويتعرف على مشاعر الرجولة وبيكبر قدامي. وهي دي حكايتي، وده اللي عمل ولدي. أتمنى تكون الحكاية عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القنوات ال3، وابقوا اسمعوا الحلقات 1 و2. ودلوقتي أقول لكم سلام.